تخيل وياي، عامل بمصنع مخللات تعب، ريحة الخردل بعيونه والمطر يسيل من السقف مثل الجص، يمشي على حافة خزان عملاق بس رجله تزحلق، ويطير بوجهه داخل برميل مخلع عمره 30 سنة. ما قام، ما صح، ما شافه أحد. الناس نسوه، المصنع نساه، والدولة راحت عليه. بس بعد 100 سنة ينفتح البرميل ويطلع هو من داخل السائل الأخضر، وجهه محافظ، جلده مثل الطفل، لا شعر شايب ولا تجاعيد ولا حتى يعرف شنو صار بالدنيا. يطلع للشارع يلكو سيارات تطير والناس تشتري بالأفكار مو بالفلوس. ما عنده لا بيت لا رقم لا هوية، بس بشدة وحدة. قام من ثاني يوم جمع شوية خيار من حديقة مهجورة وغطية صداغيه لزق بها ورقة مخللات الزمن، وصار يبيع مخلل. بس مو أي مخلل، مخلل إذا تاكله تشوف حلم ما صار بعد. الناس صفت طوابير وكل واحد يطلع يحجي حلمه. الكل تساءلت شنو اللي خلاه يعيش ما 100 سنة، وشنو القصة الحقيقية وراء هذا المخلل.